عايزه بتتكلم عن موضوع الدريد والراستا والافرو. دلوقتي انا جاي اعلمكم في فيديو جديد ازاي تعمل الدريد من بيتك وباسهل الطرق يا جدعان، وحاجه بسيطه جدا. بصوا كده الخصله عامله ازاي. طبعا الخصله مهيشه كده زي ما انتم شايفين. بنعمل ايه؟ بنلم الخصله كده لمه. حلو الكلام ده. شايفين اللمه دي؟ وبعدين بندككها كده في بعض عشان الخصله ما تبقاش مهويه. تمام؟ شايفين اللمه كده؟ بعد كده ونبدا نشتغل الخصله ونبدا كده زي ما شايفين بالمنظر دوت. تمام؟ نبدا ندرد وشغالين. انا عايزك تمسك لي كده الخصله دي كده بايدك انت. لا اللي اتعملت شايف في فرق؟ الله ينور عليك. احنا لسه كمان بنعمل فاهم؟ الله ينور. بصوا يا جدعان الخصله ما شاء الله الله اكبر. بصوا كده تمام. دي خصله اهي مش معموله. حلو. دي خصله لسه عاملينها تمام. ودي مش معموله لسه بقى. نبتدي ايه نشتغل وخلينا ايه مكملين مع بعض في ايه في الخصل. طبعا دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا لنص الشعر زي ما انتم مكملين معاكم كده تمام. الخصل اهي عملناها كل دوت اتعمل الحمد لله خلصناه تمام. ولسه مكملين مع بعض. وانا هوريكم برضه التفريش في الاخر في نهايه الشعر ايه اللي بيحصل والشكل بيبقى عامل ازاي وازاي نعمل فيه مثلا كذا تسريحه باشكال كتير قوي متميزه. دي الخصله الشعر كده اللي هو